السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من لايك وكذلك تزوروني على الانستغرام. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة على القناة، اللي هي وصفة اولا حلوة اولا طرطة اولا تحلية باردة بدون فرن نهائيا، سهلة جدا انكم توجدوها. لا تشهيتوا شي حاجة حلوة، سهل انكم توجدوها، كتجي معلكة بنينة وصراحة تستحق التجربة. كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجينا الحلوة ديالنا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم. ندوزو المكونات وطريقة التحضير. هنايا غادي نحتاج هنايا بسكوي، اي بسكوي كتفضلوا. انا خديت هنايا بسكوي ماريا. كناخذ هنايا واحد 3 الباكيات. كندير في واحد الطبيصيل شويه ديال القهوه مع شويه ديال الماء، وكنخلطهم حتى كتذوب لي داك القهوه مع في الماء. صافي كنبدا هكا كنسقي بها اولا كندير فيها داك البسكوي، وكنبدا كنستفو بلا مول بلا حتى شي حاجه. اللي يعجبكم بغيتو ديروا مول ديروه، انا درت غير هكا. كنحط هكا داك البسكوي كنستفو، ومن بعد كندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي. كنعاودو عاوتاني نفس الطريقه، كنبقاو ندوزو في داك السيرو ديال القهوه مع الماء، وكنبدا كنحط البسكوي فوق بسكويه حتى كنكمل هاد الطبقه كامله. يعني كنديرو 2 طبقات في الاول، كل 2 طبقات كنديرو كريمه. هنا بالنسبه للكريم، اي كريم عندكم، كريم شونتي اولا كريمه سائله كتطربوها. انا عندي كريم سائله درت ليها شويه ديال الكاكاو اولا الشوكولاط، وكنطربها مع شويه ديال السكر حيت عندي مسوسه. صافي بهذا الشكل هذا كنبدا كنمونطي في هاد الحلوه. كنديرو كيف ما قلنا طبقه ديال البسكوي، طبقه ديال الكريمه في الوسط. كنعاودو بنفس الطريقه، كنعاودو ناخذو تاني البسكوي كندوزوه في داك السيرو ديال القهوه والماء، وكنبداو عاوتاني كنستفوه فوق من هذيك لا كريم بهذا الشكل هذا. بنفس الطريقه غادي نعاود ندير الطبقه الثانيه، وانا كنستف هذاك البسكوي. صراحه هاد التحليه اولا هاد الحلوه كتجي سهله بزاف انكم توجدوها، وكتجي بنينه صراحه تستحق تجربوها. كناخذ عاوتاني الكريمه، كندير الطبقه الثانيه ديال الكريمه، يعني كنبقاو غاديين هكا بهذا الشكل هذا. طبقه البسكوي، طبقه ديال الكريمه اولا 2 طبقات ديال البسكوي عاد طبقه ديال الكريمه، باش تجيكم هكا عاليه وواقفه. حاولوا هذاك البسكوي ما تشربوهش عاوتاني بزاف بداك السيرو باش ما يبداش كيتفرتت لكم ويتهرس. خاصه هذا ديال ماريا تيكون هشيش بزاف. الا كنتو درتو شي بسكوي اخر شويه شاد فراسو ماشي مشكل، باش يجيكم رطب ملي تبغيو تاكلوه. وحتى ديك الكريمه راه كتزيد تسردو مزيان. صافي بهذا الشكل هذا غندير عاوتاني الطبقه الثالثه والاخرى ديال البسكوي، 2 طبقات عاوتاني، وكنبداو كنمونطيو بداك الكريمه من الفوق وفي الجناب حتى كنغطي هاد الحلوه كامله بداك الكريمه ديالنا. كنمونطيها هكا مزيان وكنغطي الجناب ديالها. مهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غنكمل هكا بنفس الطريقه حتى نصاوبها مزيان ونخليها في الثلاجه تبرد. بالنسبه للصوص الشوكولاط اللي غندير من فوق منها، خديت هنايا الشوكولاط، ضفت ليه شويه ديال خليت شويه كريمه سائله اولا حليب، وكنديرو فوق حمام مائي وكنخليه حتى كيذوب مزيان. من بعد كنديرو من فوق هذاك الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي كنسرح هكا ديك الطبقه ديال الشوكولاط من فوق الكيك. انا هنايا شويه يعني قصت الكريمه فما تصاوبش ليا مزيان داك الشوكولاط، فمن الاحسن ديروه هو يعني كي تذوبوه ديروه. وحاولوا ما ديروش بسباتيول، حاولوا تمشيوه غير يعني تبقاو تميلوا في البلاطو ديالكم حتى كيهبط داك الشوكولاط كامل في الجناب كاملين. انا من بعد ما طلعت ليا فيه شويه الكريمه، يعني تخربق ليا شي شويه، درت عليه فوق منه شويه ديال الكاكاو صافي، ودركت العيب وصافي. المهم هنايا خديت الفيرميسيل دوزته من الجناب، وخديت هنايا هاد الحليوات هادو اللي كيتباعوا عند صحاب الحلوى اولا اي محلات تجاريه ديال المواد الغذائيه، تلقى عندهم حليوات. المهم الزواق كيبقى على حسب الذوق وصافي. اللي كنتوفر وقدروا تخليوها غير هكاك سامبل وصافي. المهم هنايا زوقتها بهذا الشكل هذا، كتجي خطيره سهله في التحضير ورائعه بنينه. كيف ما قلت لكم الا تشهيتوا شي تحليه في اخر لحظه. السلام عليكم ورحمه الله، بصحه وراحه.